اليوم 2/6 فبراير الجاري بخصوص سير وتدبير هذه الجلسه من طرف رئيس المجلس والاغلبيه ديالها. شنو كتقول لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنتوجب الشكر للإخوان ديال الصحافة والإعلام على الحضور ديالهم إلى مقر جماعة تمازوز، وأتأسف جدا على القرار اللي اتخذه الرئيس بعد المجيء ديالكم ودخولكم القاعة. بمجرد تواجدكم له يعني بادر إلى اتخاذ واحد القرار اللي غير قانوني، أنه يقرر بأن الجلسة ستكون مغلقة، في حين أن القانون ينص بأن مقتضيات إذا يكون الإغلاق وتكون الجلسة غير مفتوحة أنه يكون واحد المسألة أساسية هي بس بالنظام. النظام ما كاينش شي نقطة، جدول الأعمال فيه نقاط محددة، فيها حتى شي نقطة اللي هي كتمس بالنظام. إذا المبررات والمسوغات الأساسية لهذا القرار غير موجودة إطلاقا. كل ما هنالك من الصحافة والإعلام دورها هو التنوير، هو يعني الرأي العام والساكنة تعرف شنو هو مجريات، وبالتالي ملاحظات ومعطيات اللي والنقاط اللي في جدول الأعمال اللي كيناقشها المجلس فين غادي يعني تدبيره وتسييره لهذا المجلس. إذا المجلس يعني في شخص الرئيس فقط يعني بواحد التله اتخذوا هذا القرار منه غير قانوني، ولكن لحسن الحظ انه هناك يعني قرار ديال السيد رئيس المحكمه بانتداب احد المفوضين القضائيين لحضور اشغال واطوار ومراحل هذه الجلسه هذه، دون مجموعه من الخروقات، مجموعه من التجاوزات في هذه الدوره. فهذه الدوره هذه يعني هناك ضرب للقانون بشكل علني. لهذا ان احنا شرنا لهذا الشيء في المداخلات ديالنا اثناء مناقشه ومعالجه النقاط اللي جات في جدول الاعمال، بانه هذا هو التخوف اللي كان عند الرئيس والاعضاء الموالين له، انه ما بغاوش الصحافه تنشر هذه الفضيحه، نقول فضيحه وضرب وجريمه ضد القانون في واحد المجموعه ديال النقاط. ما هي؟ اولا فيما يتعلق ببرنامج اعمال، برنامج عمل تناقش هذه النقطة. اللجان اللي هي مكونة ومنصوص عليها في النظام الداخلي يعني ما ناقشاتش هذا برنامج عمل، ما ناقشاتوش، وبالتالي لا علم لهم بهذه الأمور كلها. هي اخترنا هذه النقطة وسجلنا فيها تحفظ وبأنه غادي نسلكوا فيها المساطر القانونية. كذلك فيما يتعلق باللجان اللي بقات، حتى هي كاين القانون التنظيمي وكاين النظام الداخلي، كاين 5 ديال اللجان، في حين انه تم التصويت على جوج وبقاو وجاب لنا جوج. قلنا لماذا اللجنه الخامسه ما كايناش؟ يعني هنا عجز باش يجاوب تيقول لك ودي راه ارتأينا بانه في حين انه هناك القانون تيلزمنا باش نحترموا النظام الداخلي، وبالتالي اللجان كلها هي خصها تشكل، وبالتالي يعني كيدير اللجان اللي بغا وتيحيد اللي بغا يعني ضدا في القانون، في حين انه النهج ديالنا هو نهج قانوني، نهج ديمقراطي. الغايه منه هو انه نحترموا المقتضيات القانونيه ديال 113/14، وكذلك النظام الداخلي المستمد والمستخرج من النظام من القانون التنظيمي. اذا كلها هي المقتضيات والتنصيصات ديال هذه الضوابط القانونيه اللي كتعلق بالجماعه الترابع كلها هي ضربه بها عرض الحائط. لماذا؟ هدفه ماذا هو؟ اقصاء يعني المعارضه. واكثر من هذا ان دور ديالنا ودور يعني بناء، الغايه منه هو التنوير ومساعده المجلس، وبالتالي التعاون والتكامل. ناس باقي هذيك العقليه انه متحجره، الغايه هو اقصاء المعارضه، في حين الدور ديالنا هو اننا نخدموا السكينه. وبالتالي حتى البرنامج اللي المكتب المكلف بالدراسات اعطى نقاط ايجابيه كلها تعود بانه جماعه تمازوز بان عندها نقاط قوه كتعلق في الطرق، وهذه كانت في الولايه السابقه، كذلك فيما يتعلق بالعقار، كذلك فيما يتعلق بواحد العدد ديال الامور. اليوم هذا المجلس لحد الساعه ما جاوب والو، يعني استكمال غير الامور اللي هي بديناها ما استطاعش. لهذا هو بيدير واحد الجدار بينه وبين الاعلام والصحافه، لانه يكون عنده قناعه وبالتالي عنده جرأه وشجاعه يقول للعالم كله يجيو ها اللي كندير. اشنا هو لنا الصحافه والاعلام هذه موضوعيه تتنقل بامانه ما رجا داخل يعني الدوره، في حين هاد الناس كلهم ضربوا بعرض الحائط، ما بغوش الاعلام يحضر، ما بغوش الصحافه تحضر، يعني اشنو. وبالتالي تكون هناك تجاوزات كما قلت سلف يعني
يعني سلفات هذه النقط اللي كلها ديال الجد والامان كلها هي يعني تحطات بطريقه عشوائيه اقولها وتحمل مسؤوليه اقول وبالتالي غير قانونيه، وتنقول كل واحد يعني يطلع على الجد والامان ويقارنوا بالمقتضيات القانونيه وغادي يلقى بانها مخالفه تماما سميتو ضدا في القانون، وكذلك في نفس الوقت ضد الساكنه، في الحين اللي ساكنه الناس كيناديو قال لك بالتغيير. اي تغيير؟ تغيير للقانون ماشي تغيير للعقليات وتغيير ونجيبوا شي حاجه للمجلس ديالنا والجماعه ديالنا. يعني اكتفي بهذا القدر وشكرا.